فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ أأنتم في شك؟ أأنتم في حيرة من دينكم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لا إله إلا الله. هل سمعتم عباد الله؟ عمر الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، عمر الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، عمر الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي منهم فإنه عمر بن الخطاب. ومع ذلك عباد الله غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على دين عمر عندما جاءه ببقايا كتاب سماوي محرف قد اختلط فيه الحق بالباطل. خاف عليه النبي من الشك والحيرة والفتنة، فكيف بغير عمر؟ كيف بغير عمر ممن لم يكتمل دينه وعلمه؟ كيف بغير عمر وهو يقرأ في كتب الضلال والإلحاد؟ كيف بغير عمر وهو يستمع إلى دعاة الشر والفساد؟ كيف بغير عمر وهو يخالط المشركين في أعيادهم ويشاركهم في مناسباتهم الدينية؟ وإذا قيل له: ألا تخشى وتخاف على دينك من الانحلال؟ نظر إليك مستغربا وكأنه يقول بلسان الحال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ومتى أضع العمامة تعرفوني. أيها المؤمنون، كل يوم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله